الديزاستر ريكفري سايت او الديزاستر ريكفري بلان الموضوع مختلف تماما. هنا مش بنتكلم عن استرجاع البيانات، لكن بنتكلم عن استرجاع النظام بالكامل. فول سيستم ريكفري. الديزاستر ريكفري سايت بيحميك من كوارث ضخمه زي داتا سنتر فيلير، يعني تعطل في مركز البيانات بالكامل، او الكوارث الطبيعيه زي الزلازل والحرايق والفيضانات، وكمان الهجمات الالكترونيه الضخمه اللي ممكن توقف النظام بالكامل. الفكرة هنا إنك بتجهز مركز بديل أو ديزاستر ريكفري سايت في مكان مختلف، واللي بيكون فيه كل مكونات البنية التحتية زي السيرفرات وأنظمة التخزين ومعدات الشبكات وأنظمة الطاقة البديلة، وده بيكون متزامن مع مركز البيانات الأساسي. Production Environment عن طريق Replication Solution، يعني كل تغيير بيحصل في النظام الأساسي بينعكس فورا على النظام البديل أو الريل تايم داتا ريبليكيشن. في حالة وقوع الكارثة لا قدر الله، النظام بيعمل فيل اوفر من المركز الأساسي للمركز البديل في ثواني أو دقائق. لازم يكون في خطة محددة لتحديد ال RTO أو Recovery Time Objective، واللي هو الوقت المسموح فيه لتوقف النظام، وكمان ال RPO أو Recovery Point Objective اللي هو أقصى زمن لفقدان البيانات مقبول. الاختبارات الدورية أو ال DR Drills بيساعدوا إنك تتأكد إن كل حاجة شغالة صح وإن النظام جاهز للتحويل في أي لحظة. السؤال، امتى بستخدم كل واحد فيهم؟ لو عندك تطبيق او نظام مش حساس للوقت نون كريتيكال سيستم، وخصوصا لو حجمه مش كبير، يبقى الباك اب كفايه جدا عشان يحافظ على بياناتك بشكل دوري ويضمن استرجاعها عند الحاجه. لكن زي ما قلنا، لازم تقدر وقت الاسترجاع او الريكفري تايم للبيانات قبل ما تاخد قرارك. ولو نظامك بيشتغل 24 ساعه على طول ومهم جدا لاستمراريه البيزنس، ميشن كريتيكال سيستم، وهنا لازم يكون عندك ديزاستر ريكفري بلان متكامله بتضم تجهيز ديزاستر ريكفري سايت وتحديد معايير الار تي او والار بي او واختبارات دوريه للسيناريوهات دي لضمان ان كل حاجه هتشتغل بسرعه حتى في اسوأ الظروف.